لعبة سودوكو. ممكن ما تعرفش اسمها بس أكيد شفتها. عمرك سألت نفسك ليه ممكن ناس تقعد بالساعات قدام ورقة فيها مربعات وأرقام وشهم محمر من التركيز وكأنهم بيحلوا أزمة اقتصادية عالمية؟ مش مجرد تسلية، ده عملية تنشيط للمخ. مش كده وبس، ده في دراسات بينت إنها بتنشط خلايا المخ من الصدى وكمان بتعمل ريفريش وبتحميهم من شبح الزهايمر. تعالوا بينا نفهم الحكاية. الحكاية بدأت فين؟ لو فاكر ان السودوكو اختراع ياباني عشان اسمها سودوكو، فحب اقولك انك ضحية تسويق ناجح اللي حط اساسها عالم رياضيات سويسري عبقري اسمه ليونار يولير في القرن ال 18. كان مسميها المربعات اللاتينية. فضلت اللعبة تايهة لحد ما واحد امريكي خدها وطورها سنة 79، وبعدين اليابانيين خدوها شيكوها وسموها سودوكو، يعني الرقم لازم يكون وحيد، ومن هنا العالم كله اتجنن بيها. مين اللي بيغرق في شيب سودوكو؟ اللعبة دي ما بتقولش لا لاي حد. الشباب بيستخدموها كديجيتال ديتوكس او هروب من دوشة السوشيال ميديا عشان يجمعوا تركيزهم اللي اتفرفر. ايه اللي بيحصل جوه الجمجمه؟ بص يا سيدي، اول ما عينك تقع على الشبكه بمخك بيعلن حاله الطوارئ في الفص الامامي، وده بقى البيج بوس بتاع الدماغ، منطقه بريفونرال كوريتس. مش عارف انطقها بس انا اسيب لكم اسمها. دي المسؤولة عن المنطق واتخاذ القرارات. دي اللي بتقعد تقارن وتقول لو حطيت 9 هنا السطر ده هيبوظ. لا استنى، دي بتمرن مخك على التفكير الاستراتيجي، الذاكرة العامة. انت بتخزن في مخك 3 او 4 احتمالات في نفس اللحظة من غير ما تكتبهم. ده بيخلي الرامات بتاعة مخك تعلى وتبقى اسرع. كيمياء السعادة. ليه بننبسط لما بنحلها؟ ليه لما بتخلص اخر مربع بتحس انك بطل العالم؟ دوبامين رش. اول ما بتحط الرقم الصح في المكان الصح مخك بيفرز دوبامين، ده هرمون المكافأة بيحسسك بالنشوة والانجاز. والكورتيزول بيهرب وانت غرقان في التفكير. بتدخل في حالة اسمها فلاو ستيت او حالة التدفق. ضغطك بيقل وهرمون التوتر بياخد ديله في سنانه ويمشي، فبتخرج من اللعبة اعصابك اهدى بكتير. الخلاصة هي بتنشط المخ فعلا. طبعا الموضوع مش كلام وخلاص. السودوكو بتعمل حاجة اسمها المرونة العصبية، يعني بتخلي الخلايا العصبية تعمل وصلات جديدة ما كانتش موجودة. مخك حرفيا بيكبر وبيتطور وانت بتلعب. يعني المرة الجاية لما تشوف حد ماسك سودوكو ما تفتكروش بيضيع وقت، ده بيعمل عمرة المخ. ها، ناوي تبدأ لغز النهاردة ولا لسه خايف من رقم 9؟